جلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى شعبه الوفي في موضوع أضحية العيد، وفيما يلي نص الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. أتشرف بتلاوة الرسالة الملكية التي يوجهها مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس عزه الله إلى شعبه الوفي في موضوع أضحية العيد. وهذا نص الرسالة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، لقد حرصنا منذ أن تقلدنا الإمامة العظمى مطوقين بالبيعة الوثقى على توفير كل ما يلزم لشعبنا الوفي للقيام بشروط الدين، فرائده وسننه، عباداته ومعاملاته، على مقتضى ما من الله به على الأمة المغربية من التشبت بالأركان والالتزام بالمؤكد من السنن والاحتفال بأيام الله التي منها عيد الأضحى الذي سيحل بعد أقل من 4 أشهر. إن الاحتفال بهذا العيد ليس مجرد مناسبة عابرة، بل يحمل دلالات دينية قوية تجسد عمق ارتباط رعايانا الأوفياء بمظاهر ديننا الحنيف وحرصهم على التقرب إلى الله عز وجل وعلى تقوية الروابط الاجتماعية والعائلية من خلال هذه المناسبة الجليلة.